5 جويليا 1962، مسك ختام ثورة مظفرة سالت فيها أنهار من دماء الجزائريين دفاعاً عن كل شبر من أرضهم الطاهرة. يوم تنفس الوطن حريته بعد 132 سنة من الاستعمار، يوم توج كفاح الشعب الجزائري بالاستقلال، شعب رفض الخضوع والخنوع، ولد التاريخ، آمن بفكرة النضال من أجل الحرية، فذاق طعم النصر. صراع طويل ومؤلم حقق السيادة والاستقلال، وأضحى مرجعاً مهماً لفهم تأثير النضال من أجل العدالة والحرية في العالم. استقلال استطاعت الجزائر الحفاظ عليه وفق ما يمليه عليها الضمير وواجب الوفاء للمبادئ وليس للمصالح مهما كانت مغرية، وما تحققه دبلوماسيتها اليوم وصوتها المسموع في المحافل الدولية أسمى دليل على ذلك. ولأن الاستقلال السياسي والدبلوماسي لا يتأتى إلا باستقلال اقتصادي، استطاعت الجزائر قطع كل ألوان التبعية في العديد من المجالات بفضل عزيمة الرجال، الإصلاحات القانونية، الرقابة الشفافية، والعمل على خلق ظروف مواتية لديناميكية تحقق التقدم والتنمية المستدامة. تقدم وإنجازات جعلت أعداء الوطن من الداخل والخارج يصطادون في المياه العكرة ويتربصون بأرض الشهداء، إلا أن الجزائر ظلت شامخة بشموخ شعبها، جيشها، مؤسساتها، والتفاف كل القوى الحية حول هذا الوطن ومصالحه كجبهة واحدة رغم اختلاف الرؤى والأفكار. يعود 5 من جويليا كل سنة ليذكرنا أن الباطل مهما طال أمده وقويت شوكته فلا بد من اليوم الذي يخر فيه صريعا، فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.